السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اليوم التحركات ديال سفيان الرحيمي اللي اليوم سجل مع الفريق ديالو العين الإماراتي هاتريك أمام فريق الهلال السعودي اللي كان غايب ياسين بونوق في هذه المباراة هذه. أصدقائي ديالي في نفس الوقت يكسر الرقم القياسي اللي ديال الانتصارات لفريق الهلال بدون هزيمه، وفي نفس الوقت كيحطم رقم قياسي من 2014 ما تسجل هاتريك ما شي لاعب في هذه العصبه الابطال الاسيويه. اصدقاء ديالي، اليوم الجنون ديال المعلق ديال المباراه غادي نخليكم تشوفوا وحكموا واعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما كرهتش كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، دوزوا مباشره نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في نهايته. كبير للغاية هنا بين زعيم أندية الإمارات وهو يستضيف زعيم أندية آسيا، وبالتأكيد سيكون موعدا مثيرا للغاية. نأمل أن نستمتع وإياكم في هذه الأمسية الكروية الكبيرة والتي تأجلت 24 ساعة على خلفية الأجواء الممطرة التي كانت في الإمارات يوم أمس. كل التحايا لكم أينما كنتم. يعود الهلال إلى دوري أبطال آسيا، إلى بطولته المفضلة، إلى لياليه الآسيوية الجميلة، إلى أوقات الفرح، إلى أوقات المتعة، إلى أوقات الزعيم. وبالتأكيد نحن وإياكم سننتظر مباراة كبيرة لهلال جيسوس أمام خصم عنيد يملك أيضا تاريخا مهما في هذه المسابقة الكبيرة. وعلى ذلك نحن وإياكم بحول الله موعودين. وبعد ذلك للفريق العيناوي ترمى طوار هذه القارة بالتأكيد بالنسبة لنادي العويلة باتجاه نيفيز. تأمينها أسهل وفي الأخير بليهي تركها للعويس طويل المرة الأخرى، لكنه يستعيدها، يعيد خطورة كبيرة وكرة وهدف عيناوي أول. هدف عيناوي أول عن طريق سفيان رحيمي بعد ثغرة في دفاع الهلال. يصل الفريق الإماراتي للهدف الأول عن طريق المتألق في هذه النسخة من البطولة سفيان رحيمي. يسجل هدف فريقه الأول مبكر للغاية. يأتي اليسرى ميليكوفيتش، تمريرة الرد لكنها أداري إيريك تمويه. إيريك يحاول سفيان مرة أخرى عن دفاع عيناوي في هذه الأثناء. سفيان داخل منطقة الجزاء، برافو يا عويس. تسلل 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 تسلل. اللقطة الماضية اللي كانت التمريرة بتعود أمام كرة تسديدة والعويس يتألق. محمد يبدع في حكم المباراة يوقف اللعب في التورنيدو المين، لكن التمريرة تغطى إيريك. حذاري من هذه اللقطة، فرصة خطيرة وبرافو. طلب الكرة وصل إليها، سيبحث عن عرض نادر في وسط الميدان. العودة لمصعد بوب. سفيان تسديدة سهلة عند محمد العويس. رميتش أمام محمد عباس، عودة حولها في اليسار. سالم يحاول لكن التغطية خطيرة لسفيان، مر وبعد ذلك ركلة جزائية. ونعم ركلة جزائية وإنذار على محمد العويس. إنذار على العويس في تسلل. في الأصل أنا شكيت فيها بصراحة، لأنه بدالي أنه سفيان كان متقدم في اللقطة الماضية، ولكن شوفها مرة أخرى. زعيم في هذه اللقطة العويس حط له أول هدف في مرمى سفيان، حتى على يساري أو على يمين محمد العويس. 2-0 للعين. من كان يتخيل هذا السيناريو يا جماعة، إنه العين يلعب بهذه الكيفية وبهذه القوة في الأداء وبهذه التفريغ والحصول على مساحات في هذه لمصعد سعود عبد الحميد. إذا كان عنده مشكلة على مستوى الظهر بالسلامة لسفيان، لا زال يتعرض يلعب الكرة العرضية في القائم الثاني. البليهي بالراسك، البليهي في التأمين في الإبعاد في التغطية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. وحسب شيء في هذه اللقطة، هل احتسب ركلة جزائية في هذه اللقطة؟ نهدى شوية لاعبين مطالبين أن يهدوا في استعادة الهلال. سفيان حطها وفي المرمى هدف عيناوي ثالث لمصلحة سفيان رحيمي في هذه المباراة. 3 أهداف عيناوية، 0 الهلال. لم يكن لأحد يتخيل هذا السيناريو، لا من أكثر أمام سفيان. بارك في التسديد، برافو يا عويس. مثل هذه الضغوطات والمباريات المعقدة تحذير بالراس لكنها عدت اقرب الى الحمدان، الى كوليبالي راسيه، ثم بعد ذلك سفيان العوده بعد ذلك السريعه. كره تعود من سعود اقرب الى العويس لتمر، وبعد ذلك
توقيته حلو هذا الفعيل خطير الميشيل ولك وخالد عيسى ضغط عليه واندفاع من جانب مالكم قدم النشيط لكن التغطية افتكاكها سلمى تمريرة لمالكم يلا 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 بينا يلا يا زعيم انهض يا زعيم يومك يا زعيم كوليبالي ورحيم تغطية تدخل وبعد ذلك حكم اللقاء لا يشير إلى شيء اللاعب يستمر في هذه اللقطة يطالب سفيان بركلة جزائية الكرة تبقى لمصلحة سلمان الفرج تدخل ولا شيء أيضا في قرار الحكم لمصلحة العين مرة أخرى أقرب للصراع الكرة بين سفيان وعلي البليهي تصل لبندر الحبابي محاولة أمامية حطها كاكو في المرمى نعم هدف عيناوي رابع في هذه المباراة وهدف عيناوي ثالث من علامة من الدفاع مالكم تسديدة لكن عالية حلوة لو اكتملت من جانب مالكم سفيان برأسية كوليبالي أقرب إلى نيفيز حكم اللقاء يحتسب خطأ ضد كوليبالي كرة لمصلحة علي البليهي بسفيان لوحده راح يفرج تمريرات الرد لا تكتمل أقرب إلى كوليبالي نيفيز يأخذ كل وقته من أجل العودة في أحب سهلة لكوليبالي يصل كوليبالي ليلة بدون كرة وطلب الكرة خلف المباراة ليلة عصيبة وصعبة على بندر الحبابي في جهة اليمين أو من محمد الدفاع ياسر الشهراني تمريرة بدون إلى إيريك تدخل أمامه ميش يسار يحاول بيلعب كرة عرضية لكنها سهلة أيضا سيرجي محاولة من سافيتش مرة محمد عباس البريك في التغطية أمام محمد البليهي نحو نيفيز صالح انتظار سافيتش تسديده لكنها اقرب الى حارس المرمى لكن الحارس على مرتين وكره وهدف هلالي جميل يا تورنيدو التورنيدو يعود بالهلال في هذه اللقطه حلوه اللقطه الاخيره وهدف هلالي ثاني مع نيفيز مره اخرى كريسبو على ما يبدو الوضعية مناسبة للغاية مالكم حلوة داخل منطقة الجزاء بالراس أيضا سفيان متوقع أن يترك مكانه بعد أن بذل جهدا كبيرا جدا في مباراة اليوم اصدقاء ديالي خوتي العزاز كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكم خوتي العزاز بركونا على واحد لايك تبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي على الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا تهلاو ليا براسكم بزاف كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار تهلاو ليا براسكم السلام عليكم